ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ النهارده هتكلم معاكم عن كتاب النبي لجبران خليل جبران. الكتاب انا حسيت ان هو معقد شويتين يعني، فمش هينفع يتعمل في شورت او في فيديو صغير على تيك توك. فمحتاجين ان احنا نعمل له فيديو طويل شويه على يوتيوب بحيث ان انا اتكلم براحتي واشرح لكم كل حاجه، لان هو اصلا اول كتاب انا اقراه لجبران. في الاول بس كده عايزين نعرف الاول مين هو جبران. جبران اتولد في عام 1883، عاش 48 سنه لحد عام 1931، يعني عمره مش طويل قوي، ومع ذلك ليه انجازات كتير قوي. اول حاجه ان هو اصلا كان رائد مدرسه المهاجر، والمدرسه ديت هي مدرسه شعريه كانت معموله، خدناها في ثالثه ثانوي لو حد فاكر، يعني في ثالثه ثانوي. كان هو اللي مؤسسها، وكان هدفها ان هي تتخطى القديم اللي كان بيحصل في المدرسات الكلاسيكيه بتاعت الشعر. طبعا اتولد في 6 يناير في بلده اسمها بلده بشر ديت في شمال لبنان، يعني هو اصلا لبناني الاصل. طبعا مؤلفاته مؤلفات كتيره جدا، بس انا هقول لكم على بعض الحاجات اللي اتوردت جوه الكتاب نفسه. اول حاجه في حاجه اسمها الموسيقى والعرائس والمروج، الأرواح المتمردة، الأجنحة المتكسرة، والدمعة وابتسامة، ومواكب وعواصف، وحاجات تانية كتير جدا. فهو بالنسبة لتأثيره الأدبي فتأثيره الأدبي كان كبير جدا. احنا النهاردة هنتكلم مع بعض عن كتاب من الكتب بتاعته، وهو كتاب النبي الصادر عن دار البصرية اللبنانية. فلو انت مهتم بالروايات او مهتم بالكتب ومهتم بالملخصات اللي احنا بنعملها للكتب، ما تنساش تعمل فولو علشان في فيديوهات تانية كتير هتنزل، وان شاء الله بعد كده هنبدأ ان احنا ننزل فيديو كل اسبوع. هظبط يوم وهقول لكم عليه هننزل بعد كده في الفيديوهات بتاعتنا. ما تنساش تعمل اشتراك وتتابع علشان تعرف كل التفاصيل. كتاب النبي ما نقدرش نقول عليه قوي ان هو كتاب، وما نقدرش نقول عليه ان هو روايه. هو عباره عن قصه، يعني هو حاول ان هو يعمل قصه عشان يقول منها شويه حكم. فدوت يخليه ما نعرفش ان احنا نقول عليه قوي ان هو كتاب، لان هو في قصه، في شخص معين بيجي وبيحكي وفي ناس بتتفاعل معاه. في نفس الوقت ما نعرفش نقول ان هو روايه، لان هو مش في الهدف الاساسي بتاعه ان هو روايه، هو الهدف الاساسي بتاعه ان هو اكنه كتاب او ان هو ينصح الناس. وفي نفس الوقت ما ينفعش ان احنا نقول عليه ان هو مجموعه من الخواطر. انا حاسس ان هو نوعا ما نقدر نقول ان هو حاجه متفرده بنفسها شويه. الكتاب بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن نبي. هو ما حددش مين النبي، بس يعني انت ممكن وانت بتقرا تستنبط نوعا ما، بس هو ما حددش مين النبي. والنبي دوت خلاص خلص رحلته مع القوم بتوعه وقرر ان هو هيسيبهم. فقبل ما بيسيبهم بيطلع على المنبر وبيتكلم معاهم في شويه نصايح. النصايح اللي متقسمه في الكتاب لكذا نصيحه، كل نصيحه لها عنوان، وكل نصيحه بتاخد مثلا صفحتين ثلاثه، مش كتير ومش عميقه قوي، مش بيخش في تفاصيل قوي يعني. الفكره ان اللغه بتاعته لذيذه قوي وجميله قوي، وديت اكتر مميزه حلوه في الكتاب واللي هتخليني اقرا له تاني، ان الكلام بتاعه جميل قوي. الكلام بتاعه احس ان هو سلس كده، مع اني في حاجات كتير قوي انا مش فاهمها فيه. يعني انا كنت الاول لما بقرا روايه كنت بقول على الروايه ان هي سلسه، ان انا بقرا وبعرف ان انا انجز، ما بلاقيش فيه كلام صعب ورخم. انما هنا الكلام سلس وهو صعب، يعني في كلمات كتيره قوي هتضطر ان انت تبص للمعاني اللي محطوطه تحت اصلا عشان تفهم معنى الكلمه ديت. بس في نفس الوقت تحس ان الكلمه نفسها حلوه في لسانك، الكلمه نفسها في السياق بتاعها حلو، كأنه كاتب شعر مش كاتب كتاب. فدي اكبر ميزه في الكتاب. هديكم مثلا مثال، ديت حاجه انا مرقمها، في كذا حاجه انا مرقمها برضو كويسه، بس انا هديكم مثال واحد منها. المثال دوت عجبني قوي، وهو كان عنوانه المحبه. فهو بيتكلم بيقول ايه: اذا اشارت المحبه اليكم فاتبعوها، وان كانت مسالكها صعبه متحضره، وان ضمتكم بجناحيها فاطيعوها، وان جرحكم السيف المسطور بين ريشها، وإن خطبتكم المحبة فصدقوها، وإن عطل صوتها أحلامكم وبددها، كما تجعل الرياح الشمالية البساتين قاعا صفصفا. لما تيجي تقرأ الكلام هتحس إن أنت عايز تفكر فيه شوية وعايز تفهم إيه دوت، بس الكلام نفسه سلس وجميل، تحس إن هو الشعر مش كتابة. فدي ميزة مهمة جدا. ايه العيب اللي فيه بصراحه بقى؟ ان حسيت ان هو متصوف شويه، فانا بصراحه ما بحبش موضوع التصوف دوت، لان هو الله في ارواحكم، و اذا سمعتم البرق فهذا الله يسير في السماء، وحاجات كده يعني. فالحاجات ديت انا مش مقتنع بيها ومش بحبها يعني. فديت اللي كانت مشكلتي معاه. مشكلتي التانية ان فعلا الكلام تقيل شوية على الجيل بتاعنا، لان محتاج ان انت تقعد تركز في كل جملة بتتقال وتفهم معناها، لان انا في حاجات كتيرة جدا فيه ما فهمتهوش. يعني انا تقييمي ليه بناء عن فكري انا وتقييم ودماغي انا يعني. حاجات كتيرة جدا يا جماعة انا ما فهمتهاش، مش كتير جدا يعني نقدر نقول مثلا 30% فهمته، 30% فهمته وما عجبنيش، 30% ما فهمتوش اصلا. تمام. فديت الفكرة. ايه اللي هيخليني اقرا له تاني؟ ان الكلام سلس ولذيذ. الكتاب حجمه صغير قوي، حوالي 141 صفحه، يعني انت لو قعدت مثلا ركزت كده ولا حاجه ممكن تخلصه في يوم او في يومين بكتير قوي، وتاخد منه كل المعلومات اللي انت عايزها. وبرده الحلو ان في بعض النصايح اللي انت تبدا ان انت تفكر فيها وتركز فيها وتحس ان هي فعلا بتاثر فيك، لان فعلا في نصايح كويسه كتير. مش كلها وحشه، او مش كلها اللي هو متصوف، او مش كلها مش هتفهمه. في حاجات اكيد هتفهمها، كل واحد هيختلف طبعا، انت تفهم حاجه وانا هفهم حاجه تانية، بس هتوصل لك الرساله المطلوبه من الكتاب. في الاخر تقييمي للكتاب 3 من 5.
ودوت هيخليني اجرب حاجه تانية لجبران، علشان اجرب بقى طريقته في حاجات بقى ما فيهاش ملهاش دعوه بالدين قوي، او ملهاش دعوه مثلا بالهدايا او حاجات اللي زي كده، حاجات شعريه او حاجات مثلا قصص او كتب بتتكلم عن حاجات تانية غير الدين وكده يعني. وبرضه هعمل لكم عنها ريفيوز تانية. بس في الاخر انصحكم ان انتوا تجربوه برضه يعني، وكل واحد يشوف رايه في الكتاب ويشوف هيستفاد منه ايه. طبعا ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتشغلوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا بقيه الفيديوهات. وهنبدا ان احنا نرجع تاني نعمل ملخصات للكتب، والملخص اللي احنا نعمله المره الجايه ان شاء الله هيكون من الذي حرك قطعه الجبن الخاصه بيه. الكتاب دوت مهم قوي، وانصحكم جدا ان انتوا تستنوا الملخص بتاعه علشان هو ملخص جامد. يلا سلام.